اليوم غنشارك معكم واحد الدجاج كيجي هماوي بزاف. فكره ديال الغداء او لا العراضات ديالكم كيجي فيه واحد اللذه خطيره ولا تقاوم. جربوا وردوا عليا الخبر. المهم هنايا غنبدا بالترميله ديال الدجاج. انا عندي هنايا نص دجاجه اللي درت فيها هاد المكونات. درت خديت واحد جوج ديال الكورنيش وحكيتهم في الحكاكه الرقيقه، وزدت عليهم واحد المعلقه صغيره ديال العسل، ودرت معهم واحد المعلقه صغيره ديال لا موطارد. هنا المكونات ديال نصف دجاجه. واستعملت واحد دانون بدون سكر. انا هنا استعملت بيرلي، تقدروا تستعملوا دانون مسوس عادي او لا الكريمه ديال الطبخ اللي كان عندكم. بالنسبه للعطريه خديت فيها جوج حرويوس تاع الثومه، وواحد شويه ديال الخرقوم، شويه ديال التحميره، وشويه ديال الابزار، وشويه السكنجبير، ودرت شويه ديال الزعفران شعره، وشويه ديال الخل. خلطت المكونات اللي عندي مزيان وشرملت بهم الدجاج وحطيته في الثلاجه اقل حاجه ساعتين. اقل مده تحطوه في الثلاجه هي ساعتين باش كيتشرب لينا ديك العطريه مزيان. حبذا لو دار بالليل ويبات التقليله كامله فهو كيكون افضل. صافي حطيت الدجاج ديالي هنايا درته في الطنجره، ودرت معاه شويه ديال زيت العود وشويه ديال زيت الروميه ورديته يطيب. درت معاه شويه ديال الماء فاش غادي يطيب، لان هذيك المرقه هي فاش غنطيب الروز. من بعد خديت المقله اللي غنطيب فيها الروز، درت فيها شويه ديال اللوز اللي مقطعاه كما كتشوفوا، ودرت معاه شويه ديال الزريعه القرعه، حمرتهم مع بعضياتهم وغنحمر وغنزولهم وغندير شويه ديال الكركاع. هنايا بالنسبه للمكسرات اللي كان عندكم البنات كديروه البيستاش ولا اللي كان. المهم ديك المقله حيدتها على جنب، زدت ليها الزبيب وخليته كيسخن. هنايا خديت الصينيه اللي غادي ندخل فيها الدجاج يتحمر في الفران، ودهنته بالمايونيز. المايونيز اللي كان عندكم. هنا الا ما كانش المايونيز ماشي مشكل، نقدروا نستبدلوه بالزبده. غير هو المايونيز كيزيد واحد الطعم او كيعطي واحد المذاق زوين بزاف. كندخلوا للفران، كنرجع المقله بعد ما سخن هذاك الزبيب، كنزيد عليه الروز اللي كان عندي حتى هو مرقده من قبل ساعتين على الاقل. هنا عندي روز بسمتي، كنبقى كنقلبو في هذيك الزيت حتى كيتحمر واحد شويه، كياخذ داك اللون الذهبي، وكنزيد عليه ديك المرقه ديال اللي طاب عندي فيها الدجاج. هنايا الا شفتوا بان خاصه باقي البرقه كنزيدوا ليه شويه ديال الماء وكنخليه يطيب على خاطره. من بعد ما كيطيب ليا الروز وكتحمر هذاك الدجاج هانتوما كتشوفوه كيتحمر في الفران، كنقدموه بالصحه وبالراحه، كيجي رائع بزاف. وكندير فوق منه هذاك المكسرات اللي تحمروا اللي حمرت من قبل. هانتوما كيجي الدجاج فتي وكيجي فيه واحد اللذه لا تقاوم. اذا عجبتكم الوصفه ما تنساوش تشاركوها مع الاصدقاء ديالكم وخليوا لي جيم وكومونتير. وبسلامه عليكم الوصفه القادمه ان شاء الله.